إخوتي الأعزاء، إن من أعظم ما يستثمر في مثل هذا اللقاء وفي مثل هذا الاجتماع أن يتذاكر أهل العلم والمعرفة فيما بينهم، أن يتذاكروا نعمة العلم والإيمان ومسؤولية الكلمة الصادقة وشرف الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعظم الأمانة التي يتحملها كل إنسان مسلم تجاه دينه وعقيدته ومدينته بتاريخها وحضارتها وأرضها. إخوتي الأعزاء، أنتم قادة الفقه ورواد الإصلاح وصانعي أو صناعي الوعي وحملة الشريعة.